نتسلل عن صلاة الفجر أو السنن الرواتب رغم أنه لن تنفعنا إلا هذه الأعمال. أشار النبي عليه الصلاة والسلام على قبر ثم قال: ركعتان أحب إليه من بقية دنياكم. إن عجبت من هذا الحديث فأعجب من خبر المروي. انطلق لطلب الحديث، فبينما هو يمضي إذ أسدل الليل ستوره، فقال: سأنام وقبلها سأصلي لله ركعتين. فرش الفراش ثم وضعه على قبر قد تساوى مع الأرض وقد اندرس، فلما انتهى من الصلاة ونام إذا به يرى كما يرى النائم أن هاتفا يهتف إليه فيقول: يا ماروذي يا ماروذي يا ماروذي لقد آذيت. قال: وعلى ماذا آذيت؟ قال: تنام على قبورنا وتقول على ماذا؟ قال: وأي قبور تلك؟ قال: هذا القبر الذي نائم عليه أنت الآن قد تساوى مع الأرض وقد اندرس، أنا صاحب القبر. قال: بالله عليك أنت من أصحاب الآخرة؟ قال: نعم. قال: بالله عليك كيف حالكم؟ قال: والله يا ماروذي لتلك الركعتين التي صليتهما آنفا لأحب إلى أهل القبور من الدنيا وما فيها.